خالد ومامي الله يهديهم، ويشوفوا شوية موراهم ويتفكروا الأغاني تاع الناس اللي داوهم باطل وشاعوا بيهم، ولحد الآن ما راهمش قاع يستعرفوا. لكن أنا زرعته وهم حصدوا، هيا خليها لهم. هذا هو المرحوم الشاب ياسين العباسي. هذا واحد من رموز الأغنية الرايوية بصفة عامة ورموز الأغنية الرومانسية، واحد من الفنانين الكبار في مدينة بلعباس وفي الجزائر وفي أغنية الراي. ياسين العباسي اللي للأسف فقدناه سنة 2018، الله يرحمه والله يوسع عليه والله يجعله من أهل الجنة إن شاء الله. هذا واحد من اللقاءات النادرة اللي شفنا فيها الشاب ياسين العباسي في الإعلام، مش واحد من اللقاءات، هذا هو اللقاء الوحيد الإعلامي اللي شفنا فيه ياسين العباسي، وحتى في آخر أيام حياته وهو على فراش المرض. عمري ولا شفت ياسين العباسي في الإذاعة أو في التلفزيون أو في قنوات خاصة أو حتى في حفلات أو مهرجانات للأسف. ياسين العباسي هو لاسورس، كان هو لاسورس في الأغنية الرومانسية. أنا كنت تكلمت على هذه القضية، أنا من بين الإعلاميين النادرين اللي تكلمت على الشاب ياسين العباسي وقلت باللي هو كان واحد من مصادر الأغنية الرومانسية في الجزائر. اللقاء هذا موجود في صفحتي هنا راديو الهند القديم وعلى قناتي في اليوتيوب. ياسين العباسي هنا تكلم على نقطة جد حساسة أسالت الكثير من الحبر في المجال الفني، قضية إعادة الأغاني أو قضية خلينا نقول للأسف السرقة الفنية. ياسين العباسي من بين الفنانين اللي نضروا بزاف من هذه القضية هذه. هنا هو تكلم على زوج فنانين، تكلم على الشاب خالد وتكلم أيضا على الشاب مامي. بون، قضية إعادة الأغاني يا جماعة هي قضية من جهة إيجابية ومن جهة سلبية. كاين بزاف ناس استفادوا من هذه القضية، قضية إعادة الأغاني، وكاين أيضا بزاف ناس نضروا من قضية إعادة الأغاني، وماشي فقط الفنانين، حتى لي بارولي، حتى لي ميزيسيان، حتى لي ستوديو، حتى لي زيديتور، بزاف اللي نضروا من هذه القضية هذه. للأسف كانت هناك مبادرة، كانت إرادة من طرف وزارة الثقافة نهاية سنوات الثمانينات وبداية التسعينات، في الفترة اللي كانت فيها ثورة فنية في الجزائر، خاصة ثورة أغنية الراي اللي وصلت العالمية. كانت إرادة من طرف وزارة الثقافة ممثلة في لوندا، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. خلينا نعطيكم هذه المعلومة ربما القليل اللي كان يعرفها. لوندا بالاتفاق مع بعض المنتجين وخاصة من بينهم المرحوم العملاق الكبير رشيد بابا أحمد صاحب إديسيون رالي، تحياتنا للشقيق فتحي. لوندا حبت تنظم سوق الكاسيت، حبت تنظم السوق الفني لأنه شافته راح يبدأ يتسيب، راح يدخل في فوضى نهاية الثمانينات بداية التسعينات قبل دخول الجزائر في النفق المظلم. بداية التسعينات لوندا طلبت من الفنانين أنهم يؤديوا أغاني جزائرية، ألحان من إبداع جزائريين، ماشي اقتباس ألحان شرقية وألحان غربية ويخدموها وتبدأ ويدي غزارة الإنتاج وتدخل الفن يدخل في فوضى. علاه؟ باسكو اللي كنشوفوا حسني مثلا الله يرحمه ويوسع عليه، حسني في حوار اللي كانت تذكروا على أمواج الإذاعة الأولى، سقساه المنشط الحصة الصحفي، سقساه على الإنتاج بالنسبة لسنة 1994. حسني إجابته قال باللي أنا بداية من هذا العام إن شاء الله راح نبدأ ننتج 2 ألبوم في العام. هذا قرار من طرف الشاب حسني، لأنه حسني أيضا نضر من حكاية المنتجين. كاين بزاف اللي ركبوا على ظهر حسني في قضية الكاسيت الإنتاج. حسني قال راح نبدأ ننتج 2 كاسيت، والأمر ينطبق على جميع الفنانين، على الاستوديوهات، على المنتجين، على لي ميزون ديسك، باسكو يعني نقولوها حقيقة بزاف فنانين كانوا يخدموا دي روبريز، من بينهم حسني كانوا يجيبوا اقتباسات من ألحان شرقية من ألحان غربية يركبوا عليها كلمات مع لي بارولي كتاب الكلمات ويغني، وكانت أغاني ناجحة دي سيكسي، على جورج وسوف، على ميادة الحناوي، على عبد الحليم، على فريد الأطرش، على كلود بارزوتي، على خوليو. لكن
هذه يعتبر اقتباس فني، لكن لوندا حبت تفرض السوق، حبت تضبط السوق. دوز ألبوم في العام، وش معناتها؟ معناتها الفنان راح يعي روحه، راح يجتهد بيحوس على الموسيقى، يبحث عن الموسيقى، يبحث عن الكلمات. الفترة هذيك تكفيه بينتج ألبوم أو ألبومين فقط، ماشي النقل، ماشي الإعادة. للأسف بعد سنة 1992 وبعد فرض حالة الطوارئ والبلاد بدأت تدخل في مرحلة يعني سيئة، الدولة الجزائرية اهتماماتها الأساسية كان الأمن والاستقرار وبعض المجالات، بعض الوزارات كما مثلا وزارة التربية والتعليم. هنا وزارة الثقافة أو لوندا فرطوا شوية في السوق، وزارة الإعلام أيضا فرطوا شوية في السوق وفرطوا شوية في المجال الفني، إضافة للفنانين اللي خسرناهم. اغتيال حسني أثر بزاف على أغنية الراي، اغتيال رشيد بابا أحمد هذا اللي كان عراب أغنية الراي أو أب الفنانين سنة 1995. اغتيال المسرحيين متجوبي، عبد القادر علولة، اغتيال شاب عزيز، كل هادشي. رحيل الفنانين كاين اللي هاجروا راحوا للخارج، هادو بزاف شخصيات أثروا على السوق الفني. بداو الفنانين كل فنان يعاود على فنان يعني وكاين بزاف اللي كانوا ما كانوش منتبهين لقضية تسجيل أغانيهم في لوندا، لأنه لوندا حتى ولا كان في التسعينات كانت فرطت شوية في السوق الفني، في تنظيم السوق، ولكن كاين أيضا فنانين عندهم حقوقهم في لوندا، كاين فنانين بزاف عندهم حقوقهم في لوندا. نذكرهم بينهم مثلا الشيخ محمد بالخياطي، الله يطول في عمره والله يذكره والله يشفيه إن شاء الله. محمد بالخياطي بزاف فنانين تعداو له على اغانيه وربحهم في المحكمه في الشرع، بزاف فنانين كبار، كي نقول كبار فنانين جزائريين تعداو على اغاني محمد بالخياطي ووقفوا في المحكمه وربحهم في القضيه محمد بالخياطي. اغنيه خلو طريق البختة، أغنية خلو البختة هذه أغنية ملهمة، بزاف فنانين عاودوها، من بينهم الشيخ دحمان الحراشي عاودها بعنوان خلو طريق المريم. خلو طريق المريم موجودة في اليوتيوب اللي حب يسمعها، ومحمد بالخياطي دا حقه من عند لوندا، لأنه محمد بالخياطي كان يعرف مليح القانون، كان يعرف مليح سوق العمل، هو تاسع فنان، يعتبر تاسع فنان اللي انضم أو انخرط في لوندا، سجل نفسه في لوندا وسجل أغانيه في لوندا. شاب خلاص مثلا أيضا هو أيضا عاود الأغنية سنة 2002، أغنية حلو الطريق الغنية موجودة في اليوتيوب اللي يحب يسمعها، وربحوا الشيخ محمد بالخياطي في القضية في الشرع. كاين أيضا بزاف فنانين، أغلب الفنانين الجزائريين مسجلين أغانيهم في لاساسام. لاساسام هي كوم لوندا في فرنسا، ديوان حقوق المؤلف في فرنسا. احنا عندنا لوندا ديوان حقوق المؤلف في الجزائر. فنانين بزاف، ومن بين الايجابيات لما تسجل اغانيك في لاساسام العائدات ترجع لك. لماذا؟ لانه بزاف اذاعات محليه، اذاعات خاصه واذاعات وطنيه في فرنسا او في اوروبا اللي يبثوا اغاني الراي الجزائري واغاني جزائريه، وهذا الشيء استفاد منه الفنان. بزاف فنانين عمالقه، ورده الجزائريه، دحمان الحراشي، محمد العنقه، ربح الرياسه، خليفي احمد، شاب خالد، شاب مامي، شاب حسني، نصرو، بزاف فنانين. مام هاد لاساسام انا تمنيت لوندا هي اللي دير هاد الخطوه هذه. لاساسام مرتبطه بلي بلاتفورم، بالانستغرام، بيوتيوب، بتطبيقات انغامي، سبوتيفاي، ديزر، تيك توك. مام اي واحد مثلا لو كان يحب يدير قناه ربحيه في اليوتيوب ويحط اغاني مثلا مامي او يحط اغاني ورده الجزائريه ديريكتومون اليوتيوب يقول له باللي هذه اغنيه راك انتهكت حقوق المؤلف، واذا كان عندك اغراض تجاريه في القناه راح نوقفوها لك. هذه حقوق الفنانين اللي مسجلين في لاساسام، هذه هي الايجابيات. لا أدري، بعض الفنانين كانت غايبة عليهم هذه القضية هذه. كاين بعض الفنانين أيضا كانوا نية، كما ياسين العباسي كان مهتم فقط بالفن، مهتم بالفن، مهتم بالتسجيل، مهتم بالحفلات، مهتم بالأعراس، مهتم فقط بالغناء، ما كانش داير في باله بالك باللي توصل المرحلة اللي هو مسكين يوصل المحطة اللي يحتاج فيها أموال، يحتاج حقوقه، هذه هي اللي تخدم عليه. قلت هي نقطة، إعادة الأغاني هي نقطة إيجابية وهي أيضا نقطة سلبية. بزاف فنانين
حتى المجال الفني استفاد من قضية إعادة الأغاني، استفاد منها. نترحموا على الشاب ياسين العباسي، نترحموا على جميع الفنانين الجزائريين. الله يرحم ياسين العباسي، الله يرحم أحمد الزرقي، الله يرحم الفنان اللي فقدناه صغير للأسف محمد بوسماحة، والله يرحم جميع الفنانين الجزائريين. سلام.